ابني مش بيسمع الكلام، كل شويه افضل اعاقب فيه وهو مفيش فايده. نفسي يبقى متعاون ويسمع الكلام، اعمل فيه ايه؟ هقترح عليكي حاجه بسيطه جدا، لما تعمليها تبداي تشوفي الفرق على طول. كان في ولد لسه جاي المدرسه جديد، كان عايش في بلد تانية، مش عارف يتفاهم خالص مع زمايله ومش عارف يلعب مع حد. الولاد بداوا يتضايقوا منه ويضايقوه. الولد ده كان كل يوم بيتخانق مع زمايله. في يوم الولد ده كان هادي وما عملش حاجه. المدرسة بتاعته في المدرسة حبت تكافئه، جابت ورقة وقصتها على شكل قلب صغير كده وكتبت عليها شكرا لأنك كنت صديق رائع، وحطيتها في خيط صوف وعملتها على شكل سلسلة واديتها له. من بعد اليوم ده الولد ما اتخنقش ولا خناقة، وكان هادي جدا، وفضل لابس السلسلة دي لمدة شهر ونص. ده بيسموه التعزيز الإيجابي، يعني تقفشي في السلوك اللي انت عايزة تشوفيه وتكافئي عليه. المكافأة دي مش لازم تكون حاجة مادية، ممكن تكون حضن لابنك، أو أسقف له وأقول له شكرا، أو ممكن أحكي لجدته عن اللي عمله ويكون هو سامعني، ده هيبسطه جدا. وممكن نعمل حاجة هو بيحبها ونعملها مع بعض. على قد ما دي حاجة سهلة وبسيطة، بس مش كتير مننا بيعملها، علشان بنبقى دايما حاسين بغضب وإحباط من ولادنا، بيخلينا مش قادرين حتى نقول لهم كلمة إيجابية. مهم قوي اننا نركز على السلوك اللي احنا عايزين نشوفه اكتر ونعززه، بدل ما نركز دايما على السلوك اللي مش عاجبنا. لما ابنك او بنتك يلاقوا اهتمام ومميزات من سلوك معين، اكيد هيبدأوا يكرروه اكتر واكتر لحد ما يبقى عادة. طيب اعمل ايه؟ مثلا انا بحاول اعلم ابني اول ما يرجع من المدرسة يحط حاجته في مكانها. في يوم ابني رجع البيت وقام معلق الجاكيت بتاعه ورمى بقية حاجته على الارض. اقفشي بقى انت في الحاجة اللي انت عايزاه يعملها اكتر. ايه ده؟ الجاكيت اتعلق؟ يا سلام عليك، الأوضة بقى شكلها جميل وحضنيه. هتلاقيه اتبسط قوي وهيعمل ده على طول علشان يشوف الاهتمام اللي انت عملتيه ده. نستخدم بقى التعزيز الإيجابي ده في مليون حاجة، في شغل البيت، في انه يساعد اخواته، في انه يعبر عن غضبه بطريقة كويسة، ينظم وقته، وفي حاجات تانية كتير. البني آدم مننا كبير أو صغير ربنا خلقه بيحب الثناء والشكر، يحب ان حد يحسسه ان هو كويس ومقبول. احنا كلنا بنبقى مبسوطين لما حد يقول لنا شكرا او يمدح في حاجة احنا عملناها. عارفين قصة الراجل اللي قتل 99 نفس؟ لما راح لواحد وحكاله، قال له انت مالكش توبة ومفيش منك فايدة. قال له خلاص تعالى انت كمان، وقام قتله. راح لواحد تاني قال له انت اكيد في حاجة فيك كويسة طالما انت بتسأل عن التوبة. من هنا قرر يغير حياته وسلوكه. انا عايزاك تجربي بس لمدة اسبوع، تتعمدي تركزي على السلوك اللي انت عايزاه. مع الوقت هتشوفي ازاي تأثيره زي السحر، وبيجيب نتيجة احسن بكتير من العقاب، وهتلاقوا انكم كلكم في البيت بقيتوا اهدى واسعد بإذن الله. جربوا واحكولي في التعليقات.